لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني نوسط دوازده لوان كان تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان بس رزامن دي رب العالمين وهبادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. والله خوش وستعمل كلواني راب رجل خزمت أو آتبيرو زدابوين كوا خوي سبحانه وتعالى وحيدني لبو ملائكة وكوا أني معكم لقلتانم يان بإيمان داران راب جينا كامل لقليانم فثبتوا الذين آمنوا يتثبات وابكن كوا إيمان داران خورا قربن بوشي وكوا وكلواني رابردو باس ماك بوكوا وسوسو ترز نافضليان مهيلا تأييديان بكن خوتان نشانيان بدن بهر شويك وكل شوازا كان باس ماك كوا مفسرين باسيان كرديا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب كوات لا خواي يقول بوشي وي تقوي إيمان داران دك لا تشديك سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بوشي وي خواي يقول ترز دخاتنا ضلو دلوني كساني شي كافر أو بري ترز كوات ضليان لقل شقببي فاضربوا فوق الأعناق دي ملائكة كان يأخذ إيمان داران ليان بدن لسروي مليانو وهروها كل بنان لبنزكانيان ويأخذ لا همود زمقكانيان ويأخذ لا بيليان بقشتي. لتفسير سعد الله وهذا خطاب إما للملائكة الذين أوحى الله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا إتر أو خطابة إما لبو ملائكة كواخوي يقول وحي لبو النار كثبات بإيمان داران ببخشن فيكون في ذلك دليل على أنهم باشروا القتال يوم بدر عين أوج دلتن أو آتا أجر خطاب لبو ملائكة أو بلغير سرويك وملائكتش فعلا بخوشيان بجداريان لقتال الذي هذا كود زنقك بالعمل بكافران يان أو للمؤمنين يشجعهم الله ويعلمهم كيف يقتل المشركين كواتيان وتو خطاب لبو إيمان داران كواخواي قرهانيان دادا وفيريان دكا كوبيان كوجن كسانش مشرك وأنهم لا يرحمونهم رحميان بينكن لبرسي وكل دواتري دفرمي أو بوشوي هانداني خواي قول لبو كساني مشرك سبب كيوه وكل أتواتر فيهم لأنهم شاقوا الله ورسوله أو أنا مخالفة ومعاداة الله سبحانه وتعالى ومعاداة بيغمبريان كدي صلى الله عليه وسلم. لا تفسير وسيط ديت سر أو بابتا ولكات كوالير ذا باز لو يذكر ملائكة بجداري لزنجك بفعلي كديانا وظيفة ملائكته أو أني كلير ذا خواي قرباسيان ذكات وحيلوا النار وظيفان سبوا لبدر أكانت وظيفتهم تثبيت المؤمنين فحسب تنهى أوبو إيمان داران يعني بابنا الثبات يعني بإيمان داران بخشي أم أنهم بجانب هذا التثبيت قاتلوا فعلا معهم يعني تبيز قالوا يكوا ثبات يعني بإيمان داران بخشي بفعليش قتالش يعني لقال كرد ضلكاتك وتمشى أو باب تذكر إلى تفسير كان بعام سيت توجه هي لبين المفسرين قسم يقلوانا رأيا وأن الملائكة في غزوة بدر لم تكن وظيفتهم التثبيت فحسب عندك المفسرين دلن وظيفة ملائكة كان لبدر أو نو تنهى تثبيت إيمان داران بكن وإنما هم قاتلوا مع المؤمنين فعلا بالكو دلن بفعل قتال يعني كل قال شان بشان إيمان داران دجي كافر كان لرجدات سان بلقيق دينه يكلوانا وكل ابن عباس هاتي خواي ولخوي باب رازيبي بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه كاتك ويقل أصحاب بدواي كسيك لمشرك كان دا كوتبوك وليبدا
إذ سمع ضربة بالصوت فوقه جوي لويبك ولا سرودة قامتيك وشيندرا وقائلا يقول ودنجيتي جوي لويبك وقوتي أقدم حيزوم ولا بيشكوا فخر المشرك مستلقيا يترهر أوان ديزاني مشركك كوا أو بدوايدا درويش ياخذ بدوايدا كتبكوا ليبدا أو مشرك كوت خواريو فنظر إليه فإذا هو قد حطم وشق وجهه دمتساوي بابلين ليدرايو ودمتساوي شق بوه فجاء فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إتر أوهات لبو بيغمبر جيرا صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. أو طبعا رواياتك إمام مسلم رواياتك كده فإذا فرمي بيان صلى الله عليه وسلم رازدكي أو يتودي جيرا أو حيزوما لا يارمتي كاني آسماني السيمة أو ملائكة هاتية يارمتي إيمان دارا هنددا. وهروا لبلغي شدي كان دفرمي عيني هلا ابن عباس كانت سيم الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء دفرمي نشاني أو ملائكتاني كوالا روجي بدر بجداريان كرب فعلي لسر شيوي بشر عمامي سبيان بستابو بلام لروجي أحد عمامي كستشيان بستابو ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر بلام كبفعلي بجداري غزوة كيبكن تنها لبدر بغزوة كوات لأحد هاتن بلام لبروي كوا شرطك نهات زي كوا خواي يقول لسر إيمان دارين دانابو أوان قتاليان نكر بلام لبدر قتاليان كر وكانوا فيما سواه عددا ومددا كوات لبدر بفعلي قتاليان كر بلام لغزواتك عندك بلي بابلن هاتينو باربشتي إيمان دارين كر بلام كبفعلي قتاليان كربي لبدر بو لخالي شدك. وعن أبي داود المازني قال تبعت رجلا من المشركين لأضربه يوم بدر. أبي داود المازني دله لروج بدر بدواي مشركك دا كوتبهم كوالي بدم فوقع رأسه بين يدي يترهن دمزاني سري بالدراو كوتا بندست بيمن قبل أن يصل إليه سيفي بيش أوي كواشيري من بيقاته لرواياتش كواهمي بلغي لبو أواني كوادلين بفعلي ملائكة بجداريان كر. روي عن عبد الله بن مسعود أن أبا جهل سأله يوم بدر كواتا الروايات ذكر ابن مسعود خالد رازي كوا طبعا ابن مسعود بو أخير شد كوا أبو جهل دا كوجي باشا كوا دوبراكا ليددن دي خانة سرزوي ابن مسعود دسي دي كوجي بيشو بي كوجي قصيلة قلدكا إتر أبو جهل لو كاتيدا ليدا برسيتن من أين كان ذلك الصوت الذي كنا نسمع ولا نرى شخصا أو دنقت سبو كوا إما جوما ليدابو بلام كسمان ندديد أويش ابن مسعود فرمي أوه ملائكة بو فقال له أبو جهل هم إذن غلبونا لا أنتم كواتا أوان بون إيمانش كان نق أنقو. وهروها لقولش كي كوا إمام قرطبي يعني قول إمام قرطبي لسروابته وتظاهرت الروايات بأن الملائكة حضرت يوم بدر وقاتلت وتدلت سندين روايات كهاتية كوا ملائكة آمادب لروج بدر وقتال شانكر. ومن ذلك قول أبي أسيد مالك بن ربيعة وكان شهد بدرا لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب أي الطريق في الجبل الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أماري. كواتا مالك ربيعيك لو كسان كوالا بدر بجدارك دواتر ديجي راوة كوا ديجو أقربت أستا تساون صاغبة نشان تانم ددا أو الرقاية أو دولي كوا لچين دريتيايكا ملائكة دابزينو هاتن لبو أوي كوا بجداريان كان لو زنقو قتالي بدر دلي لا أشك ولا أمار بهيت شوي شكو قمانم لو بابا تانية. وهروها قول سهل كور حنيف دلي لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا يشير بسيف إلى رأس المشرك فتقع رأسه عن جسد قبل أن يصل إليه. سهل كور حنيف جلتن دلي شو قمان تداني للروج بدر شيرمان بس بابلين بآراستي كسيش مشرك برز ذكر دوا أو بيش أو الشركة مبقاته سري لا شيء زيادة بوا. هذه أهم الروايات التي استند العلماء الذين يرون أن الملائكة قد قاتلوا مع المؤمنين يوم بدر. قرنتين روايات كان كوا مفسرين دينا وكوا فعلا
ملائكة بجداريك لجنجك ولقتالك لبرامبر مشرك كان. وعلى رأس هؤلاء العلماء القرطبي لسلويها مش إمام قرطبي أو رأيتي، فهو الرأي يرى أن هذا هو الصح وأنه رأي الجمهور. الرأي إمام قرطبي دله فعلا ملائكة بجداريان كر ببلغي أو بلغاني كواديني توا، ودله ورأي جمهور مفسرين كملائكة بجداري كل بدر. قسم ذيك العلماء يرى أن الملائكة لم تقاتل يوم بدر، ضلين بفعل قتاليا نكر، وإنما كان وظيفتهم هذه وظيفات سبو تثبيت المؤمنين في المعركة، خوراجريان في بخشن لو معركة ولو روبا روبونوية، وتقوية أرواحهم وقلوبهم خوراجريان بكر، واستدلوا على ذلك بأدلة تنبلغيك دين لو أنا دليل أنه ليس في الآيات القرآن التي تتحدث عن غزوة بدر آية واحدة صريحة في أن الملائكة قد قاتلت بالفعل. هي تيجي آيات كان كواباز لو غزوة ذكاتا نص صريح تيداني كوابفعل ملائكة قتالكي أنزام دا، وإنما صريحة في أن الله تعالى قد أمد المؤمنين بالملائكة. فالله دل الصريحة لسلوي كوا فايقر باربشتي إيمان داراني كرب ملائكة، وجعل هذا الإمداد بشارة لهم أو باربشتي كرناش لبو مش جيني ولبوان. قال الآلوسي عند التفسير لقوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى، يتلا تفسير وآتك وخوايق دفرمي ناردني ملائكة لبو مسجيني بو دفرمي في الآت إشعار بأن الملائكة لم يباشروا قتاله، أو آت أو بشاءات ما جعله الله إلا بشرى أو بلغي لسلوك الملائكة بفعل قتالك نكر، ويشعر ظاهرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك الإمداد. وهروها بيجدت بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوحي خوايق كرب كشف كر أويش بإيمان داران راجان كوا ملائكة لقليانا وتسندين بلغج لسر أوشتا. ودفنمي لخالش ذيك أن بعض الآيات القرآنية التي تحدثت عن غزوة بدر قد وضحت وظيفة الملائكة توضيحا تاما. عندك لو آتاني كواباز لغزوة بدر دكاتا وظيفي ملائكة لو من جوان رون دكاتوا لو أنا إذ يوحي ربك أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. اتدفن قال ابن جرير في معنى فثبتوا أي قووا عزم وصحوا في قتال أعدائهم، كواتل وظيفان تنهى تقوية تثبيت إيمان داران بوا فاضربوا فوق الأعناق. والصواب من قول في ذلك أن يقال أن الله أمر المؤمنين معلما إياهم كيفية قتل المشركات ليرش فاضربوا فوق الأعناق قوا يعني لبو إيمان دارانا نقلبو ملائكة كان كواتب فعلي أوام بجداريها النكر. لا خالش كأن الروايات التي استند إليها من قال بأن القاتل مع المؤمنين في بدر لم ترد في كتب السنة المعتمدة أو أوانيك ورأيان باك وقتال نكر ملائكة بفعلي ضلين أو رواياتان أنقول دينوا لكتب السنة معتمد نهاتية، بل لم يذكر معظمها الإمام ابن جرير مع علمنا باهتمام بالمرويات في تفسيره. أواني أقول دينوا ابن جرير كواتن اهتمام با روايات دا نيهنا يتوا، فإن أكثر الروايات لم تصرح بين الملائكة قاتلة كواتا درزور بي أوانا بلغا باب تصريح تيدانية كوا بفعل الملائكة بجدار كريد لبون منا روايات أبو داود مازن لم تصرح بين المشرك الذي أراده أن يقتله وقد قتله الملك أو بدواي نفرق دابو دل بيشون بيجا من بابرين كجرا خو تصريح تيدان بفعل ملائكة كشتيتي إتر بهر شيويق. والحاصل أوان زورق العلماء دلين بجداري كرنا كانت أنها تثبيت إيمان داران بو. ولا خالش كاستبعد كثير من العلماء اشتراكا في القتال، ومن هؤلاء العلماء الإمام أبو بكر الأصم يقلوانا دلي أبو بكر أصم عين دلي بفعل قتاليا نكر ملائكة لو دلي إن الملك الواحد يكفي في إهلاك أهل الأرض. أجر يق ملائكة كافي بلبوكوا همسروا زي لنا وبا هروك فعل جبريل بمدائن قوم لوط. جبريل بتاقي تني شاركان ويأخذ جندكان قوم لوطي بوش ويران كرب فرماني خواي جورا. فإذا حضر هو يوم بدر وجميع الروايات تذكر أنه كان على رأس الملائكة يترأويش لسرويهم الملائكة كم كهاد بجدار ولا غزوة بدر بلام قتال نكر. فأي حاجة إلى مقاتلة الناس مع الكفار أجر بفعلي جبريل قتال بكر بتاقي تني بيسنا ذكر هيج كسيجدك قتال بكاك وتضل لو حالتي قتال النكر تنهاها تبون لبو بجداري كردن والله أعلم. إتر أوش
بابرين رأي دوم كات الرأي كم دارين بجداريان كر عندك بلقيدين والرأي دومش دارين بجداريان تنها تثبيت إيمان داريان كر باش سيميش لعلماء دلين فمنهم من اكتفى بسرد الآراء دون أن يرجح بينها كواتا الرأي سيميش أو بكوا عندك المفسرين ياخذ كواتا أو رأي كم رأي دوم عندك المفسرين ديت الآراء كان هم ودين توبة بيو الترجيح بكاء بفعل بجدار كليان بجدار نكر والله أعلم يتر أول تفسيري وصيد أو سرائيه هنا تو لآخريش بخوي ترجيح رأي دوم دكاتن أو تنطاوي دليتن بفعلي هاتن بجداريان كر لبو تثبيت إيمان داران ومعنويات في برز بيتوا بلان بفعلي قتاليان نكر أو كوا قتالك بفعلي كر أصحاب خوايان لرازي بي يتر بهر حال شكو جمال لويدانية بجداريان تدا كر لقتالك ولا غزوك بلام مناقشك لنوان علماء كبفعل قتاليان كريان ينكر والعلم عند الله مجرد هاتنيان شكو جمال تدا نيكوا مجديو تقوية لبو عزيمة إيمان داران بلام قتال بكنيان نكر مهم وما النصر إلا من عند الله وكل آتك دا دفرمي ديار آتك اشتتري تيدا ما باس بكن بلام لبرتوابوني كاد دوستين وبشتواني خواهي قولا وانيدا هاتو دينو خزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.